تكون درس وعبرة لكم. إذا تشوفوا معنا هذه الصورة، هي صورة لشاب جزائري تعرض إلى الضرب بأبشع صوره لأنه فقط دافع على شرفه وشرف العائلة ديالو. تخيلوا أنه مهدي 34 سنة راه حاضر معنا في البرنامج، دخل بيته على غير العادة لأنه فضل أنه يفاجئ مرته، يدخل من الخدمة بكري، قضى باش يطيبوا العشاء، ولكن بمجرد دخوله إلى المنزل سمع أصوات غريبة، فإذا به يكتشف راجل متخبي تحت الطاولة، لأنه هذاك الراجل كان في علاقة غرامية محرمة مع زوجته اللي كانت تخونه معاه. مهدي راك معنا في البرنامج، نرحب بك. قلنا أنه قضية صادمة ومثيرة وأول مرة نسمعوها، لأنه راجل يدخل الدار يلقى مرته مع راجل واحد آخر في وضعيات مخلة بالحياء. تفضل أنت كشاب جزائري تكتشف هذا الأمر وعندك شجاعة وجيت تقابل 40 مليون جزائري وتبين وجهك، هذه أول مرة. كذلك يعني سابقا نقولها، تبين وجهك وما خفتش وما حشمش من المجتمع هذا اللي راح تقابله غدوة. ما عنديش علاش نحشم، ما عنديش حاجة، ما درتش أنا حاجة ما على باليش أنا عيب ولا راني ندير في حاجة عيب، ولا نظن أنا جيت لهذه الحصة. باش جيت لهذه الحصة جيت لأنه ما قدرتش، أنا ما قدرتش كيما سيت نجيب حقي كلاولي حقي الأخت. تحكي لنا حكاية هذه المأساة اللي عشتها، أنا والخيانة اللي خانتك زوجتك اللي عندك معها زوج أطفال، 5 سنين عشرة تحت سقف واحد، خدمت عليها وتعبت وكبرتوا هاد الأولاد باش في الختام تخونك مع واحد في عمره 23 سنة، صغير عليها ب3 سنين، هي 26 سنة. احكي لنا هاد التفاصيل. أخت أنا نخدم الليل، نخدم في الميناء الجزائر. يعني الخدمة تاعي مرات نخدم لل5 تاع الصباح، مرات للزوج، مرات ل10، سا ديبون الخدمة اللي تكون عندنا. النهار هذاك كانت عندنا خدمة، بصح لي كونديسيون طرافاي كانوا لاباس، كملنا بكري شوية. أنا قلت الحمد لله، رحت لداري، كنت مفاجئ المرأة تاعي، أنا مالف كي نكون رايح ليها للدار نعيط كاش ما سحقيتي، ولا نقول هاني خارج على الساعة الفلانية كاش ما نجيب معايا، كاش ما يخص في الدار. هذاك النهار رحت هكذاك، حبيت نفاجئها، كانت صح مفاجأة. كان الوقت الثاني شوية متأخر. يعني أنا كملت الخدمة جوه الوحدة، يسمى زوج غير 4 زوج غير 20 كنت في داري. وصلت قدام البيت تاعي، دقدقت في الباب، ما فتحت ليش الباب. يعني عندي ان هول يسمى باب تاع حديد، ومن بعد ان هول، ومن بعد باب تاع حطب باش تدخلي لداري. يعني تقدر ما تسمعنيش، انا درت في بالي انها ماهيش تسمع فيا. دقدقت في الباب، ما سمعتنيش. حكمت الهاتف، نعيط لها في الهاتف، كيف ترجعش. قلت بالك راهي دايرات وسيلونس، ما سمعتنيش. راقده زوج تاع الصباح تقول لي راقده كانوا راقدين كاع كيما كانوا راقدين. انا في الدخله تاع داري عندي شغل فتحه هكذا صغيره، نقدر عندي من الداخل اون طارجات هكذا تاع حديد، مال تغلق عليا الباب من الفوق، نضربها بحطبه نفتحها. يعني فتحت هذيك لاطارجات، فتحت الباب بالمفتاح. عندي المفتاح بصح اون طارجات ماشي تاع المفتاح هذوك. دخلت لداري، دقدقت في الباب، سمعت تحس دريز تاع رجلين. قلت بالك كي نهضت تعركلت. طولت باش فتحت لي الباب، لا باس الحمد لله. دخلت الغرفه تاعي، عندي زوج غرف، انا عندي الغرفه تاعي والغرفه تاع ولادي. دخلت الغرفه تاعي كالعاده، انا كي نجي من الخدمه هكذا نكون خدام الليل، كي ندخل الغرفه تاعي نلقاها هي بونك تاعنا هكذايا، نلقاها هي مفرشه الطفل في الارض، الطفله راقده معاها. هذاك النهار انا كي دخلت لقيتها مفرشه من الطفل والطفله ملهاه، والبنك يعني يصرح وحده هكذا، ماشي معوايد. انا ماشي مالف شكيت، زدت فكرت الدريز هذاك، قلت كابابل هاد المراه هذه جابت كاش وحده صاحبتها، بالك مبيتتها وما قالت ليش، خافت تقول لي كي راهو الوقت متاخر بالك. وكي شافتك انت دخلت هذاك الوقت على غير العاده، دخلت في هذاك الوقت مسالاتك ما شفتش توتر عليها؟ ما كانش عليها توتر لانها كانت راقده، بانت لي انا هذاك كي نضت من النعاس اللي راهي هكذاك، وهي كانت متوتره شويه. نط، قلت لازم نروح نشوف. نط رايح نمشي في الكولوار، نشوفها خرجت لي من في الكولوار. قالت لي وينك رايح؟ قلت لها راني نجيب قرعه، ما عندي الفريجيدار في الشومبره هذيك تاع الاطفال. قالت لي لا، قالت لي خلاص روح البلاستيك دوك انا نجيب لك الماء. قالت لي انت راك عيان، روح تكا دوك روح نجيب لك. قلت لها لا معليش انا نروح نجيبها. وكنت راه في الطفله في يدي، كانت مازالها فاطمه الطفله، والطفل كان راقد.
قالت لي لا لا روح انا دوك نجيب لك. شتا تنسيستي زدت شميت اللوش. خلاك الشك. قلت لها شدي تشوفي الطفله، قاعده تقول لي واش بيك ما كاين والو ما كاين والو. قلت لها شدي الطفله، حطيت ما حبش تشدها حطيتها في الارض. دخلت للشومبرا شعلت الضو. دي فوا اللومبات يتحرقوا ما كانوا يصراو لي بزاف المشاكل في اللومبات. ما شعلش الضو. حكمت الهاتف تاعي درت لاطورش ضويت داخل الشومبرا لقيت طابله عندي طابله هكذا عليا ما فين نتعشاو عليها. لقيتها محطوطه في بلاصه ماشي بلاصتها وتوانسيري طايحه عليها مغطيه كاع. انا رحت في التوانسيري نلقى رجلين سيد بلحفه برميده وقف معايا. هي تعنكشت فيها من اللور هو وقف وبدا تضرب ونضرب وانا ما فهمتش لا نضارب معاهم ولا نحادر على بنتي في وسطنا تبكي. وانت كي شفت هذاك المنظر كيفاش والله غير رجعت؟ كيفاش كانت ردة ماهيش الفعل؟ حاجه سهله ماهيش حاجه سهله يعني حييت ومت. يعني وليت نخمم انايا انسان غريب داخل داري واش راح ندير له نسلم عليه. وليت نضارب معاه وما لقيتلهاش هي يعني ما قدرتش هي نضربها ولا كش ما ندير لها باسكو لو كان نقضي عليه هو حتكون لو كان نخليه يسمى لازم هو نقضي عليه هو الاولاني هي من بعدها سهله. والنتيجه انت ديت هاد الضربات اللي على وجهك. النتيجه هي تحاموا عليا في زوج وليت انا طايح في الارض وهو حاكمني. يعني حتى في السيرتيفيكات تاع الميدسان ليجيست يعني هضروا على كيما كانوا خانقيني هنا في الارض. يعني حاطيني هنا في الارض. عندك 12 يوم عجز. نعم. وهذه السيرتيفيكا هذه درتها 4 ايام مور ولا 5 ايام مور ما صارت لي الضربه باسكو الضربه هذه صارت لي قبل العيد بيومين. صارت لي بالسبت في الليل. يعني حبوا يقتلوك؟ نفهم اذا خنقوك وكذا. كانوا خانقيني في الارض. هو يقول لها استغفر الله شدي معايا نكت. وهي تقول له راني شاده. نعم هكذا. وهي تقول له راني شاده. الطفله تبكي. يعني ربي سبحانه اعطاني قوه اللي قدرت نوض بهم. بصح نط منهك نط عيان لانه واحد 10 دقائق وانا نضارب معاهم. انا عييت بزاف. يعني وقفت معاهم زديت الضربه هذه الضربه كي ديتها. ومن بعد كيفاش فكيتوا النزاع؟ فكينا النزاع كي كنت شادو هكذاك كنت شادو بيد. وليد الاخرى كنت نعيط باش يجوا يعاونوني الجيران. عندي الجاري هذا اللي كنت كاري عليه هذا رشيد. كنت نعيط يا رشيد باش يجي يعاوني وهي تشد لي في فمي وانا نحي لها في يدها باش نقدر نعيط. يعني كنت مربوط يد شدها هي ويد شده هو. يعني الانسان هذاك انتهز الفرصه وضربني هنا بالكما. يعني كي قاسني هنايا انا مع اللي كنت عيان وكنت زاد قاسني هنايا خلاص وليت نشوف بيض. من بعد وليت نخمم لو كان نقعد هكذاك يتمكنوا مني. وليت نحوس رحت نقلب على كاش حاجه نعاون بها روحي. انا مع اللي رحت نقلب على كاش حاجه نعاون بها روحي. الانسان هذاك فتح الباب هرب وهي دخلت للشومبرا غلقت عليها الباب. لقيت روحي هكذاك واحد. قمت الفاتح تاع السياره تاعي باش نجري نوت الطوموبيل. قلت نجري بالك نلحق وبالك نلقاه في الطريق بالك. يعني جريت ما لقيت حتى واحد ما لقيتوش. يعني هو يسكن قريب تما في الحي هذاك يعرف الحي هذاك مليح خير مني. عرف كيفاش يهربوا ويعرف وين يروح. انا من تم كملت عند الشرطه. دخلت الكوميساريه هكذاك بالدم بلا تريكو. مشمخ كاع لانه قريب تغميت تما داخل الدار باسكو عييت. سنيت حتى جاو الشرطه سمعوك على محضر. رحنا وريت لهم الدار جبدوها من الدار. من بعد هذاك الانسان هذاك حكموه في باراج زيروه لقاوه باللي هو جابوه. ولكن اسمح لي فقط كيفاش قدروا يعرفوا هذا الشخص؟ كي حكموها هي استعرفت. يعني هي استعرفت في البيفي تاع لابوليس. اعترفت بالجرم وانها على علاقه بالانسان هذايا. ربما هي مدت لابوليس وهي عطاتهم بالك الهويه تاعو رقم. انا يعني ما شفتوش. انا ضربت معاه في الظلمه. يعني الشرطه كي سقساوني اسكو شفتو ديجا قلت لهم لو كان تجيبوه لي ما نعرفوش. مهدي انت لقيت دليل مادي في الدار؟ نعم راهو عندك هذا الدليل. راهو عندي الدليل هذا. بعد ما هرب واش خلى؟ خلى البليغه تاعو هذه. الاخت هذه البليغه تاعو خلاها في الدار. هرب كي كان بالحفاه هكذاك.